والمتحدثين المشتركين بالحب والاحترام. نحن في عصر جديد، عصر الحرية والمساواة الذي تم نسجه بالدماء والمقاومة والتضحيات العظيمة من أجل المجتمعات والمرأة وكل الشعوب المضطهدة. إن هذا النضال الذي يتطور في كردستان بقيادة القائد آبو هو نضال إقليمي وعالمي سيترك بصماته على العصر والإدارة الذاتية الديمقراطية، يكسر هيمنة الحداثة الرأسمالية على الرغم من وجود هياكل الرئاسة المشتركة، إلا أنها لا تمثل بشكل كامل 2004. وخلال هذا اللقاء قال القائد هذا الحلول وأضاف أن نموذج النظام الداخلي الذي اقترحه بشأن أيضا تطبيق هذا النظام لدى حزب الاتحاد الديمقراطي الاتحادات المحلية التي جرت الشمال أعطى القائد آبو المنظور التالي: هناك جوانب مثيرة للاهتمام في حياة المرأة سوف نبني النظام الذي كان مطبقا حتى ذلك الحين. تم تطبيق نظام الرئاسة المشتركة للتنفيذ، وفي هذا الصدد لو كان هناك تطور في نمط العلاقة الصحيحة للديمقراطية فلا بد من تطوير الانتقادات الحالية لهذه القضية بحرية وبدون شك في نمط